موقف الفريقين في جدول الدوري. الأهلي لعب 18 مباراة، المركز الثالث 37 نقطة. المقاولون العرب لعب 19 مباراة، 18 نقطة. التشكيلة الأهلي، لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. التشكيلة الأهلي: حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الفداء محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بالعمري. خط الوسط أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. في الهجوم أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان. رداء التحليل الفني للأهلي: لو بتحب الأهلي اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. التشكيلة الأهلي: حراسة المرمى مصطفى شوبير حارس يعتمد على رد الفعل السريع، لكن هيكون مطالب بتركيز كبير في الكرات العكسية والهجمات المرتدة، لأن المقاولون غالباً هيعتمد عليها. رداء خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بالعمري. خط دفاع متوازن، لكن نقطة الاختبار الحقيقية هتكون في التحولات السريعة. محمد هاني هيقدم دعم هجومي مستمر من الجبهة اليمنى. بالعمري هيحاول يفتح الملعب عرضياً، لكن لازم وجود تغطية عكسية سريعة من قلبي الدفاع، لأن أي اندفاع هجومي ممكن يخلق مساحات خلفهم. رداء خط الوسط مفتاح المباراة: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور. ثلاثي قوي جدا بدنيا وفنيا. ديانج دوره قطع الكرات وكسر هجمات المنافس. مروان عطية منظم اللعب وبداية التحولات. إمام عاشور عنصر الحسم والتسديد من خارج المنطقة. لو الأهلي سيطر على وسط الملعب من أول 20 دقيقة، المباراة هتمشي في اتجاه واحد. رداء خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان. تنوع كبير في الحلول الهجومية. زيزو هيعتمد على الدخول للعمق والتسديد. تريزيجيه هيشكل خطورة بالاختراق والسرعة. مروان عثمان مهاجم صندوق كلاسيكي، دوره إنه يترجم العرضيات لأهداف. الأهلي هيعتمد بنسبة كبيرة على اللعب على الأطراف وفتح الملعب، مع الضغط العالي لاسترجاع الكرة بسرعة. رداء التحليل الفني للمقاولون العرب: المقاولون بنسبة كبيرة هيلعب بتنظيم دفاعي 4-5-1 أو 4-2-3-1 دفاعية. التركيز الأساسي: غلق العمق أمام إمام عاشور، تقليل المساحات أمام زيزو وتريزيجيه، اللعب على المرتدات السريعة. لو قدروا يصمدوا أول نصف ساعة بدون استقبال هدف، المباراة هتبقى معقدة جدا على الأهلي. رداء خط الفوز: الأهلي تسجيل هدف مبكر، ضغط عالي مستمر، استغلال العرضيات، تجنب المساحات خلف الظهيرين. المقاولون